وانا راجل بسيط، كل اللي عملته من غربة البيت اللي انتم شايفينه ده عشان اجوزهم فيه واوفر لهم حياة كويسة. اصطدمت انهارت يعني من الخونة الجبنات اللي هم قاعدين في الجحور زي الفئران، يطلعوا يخونوا ويرجعوا تاني يخشوا شكل القطط. والله قلتنا انا واولاده، والله قلتنا خادمين الجيش. احنا بنناشد رئيس الجمهوريه وبنناشد النائب سياده النائب عبد السلام، وبنناشد كل المسؤولين والسيد وزير الزراعه وكلهم. الراجل ده اتغرب طول عمره. ابنه ده بسام ده طلع من الجيش ما كملش شهرين، اخوه كان لابس في الجيش. احمد كان فخور انه في سينا، وكان بيجي بيتباهى ان هو في الجيش في سينا، وبقى يكلمني. يعني هو مكلمني يوم الجمعه وجاني خبره زي الوقت كده بعد اذان المغرب، بعد صلاه المغرب وانا كنت بصلي المغرب جالي خبر استشهاد احمد. من الأحد المعلمين طالب مصر على التعليم. الطالب ده متخرج من قسم التشغيل بمدرسة كفر الأطرش الصناعية، وكان مصر على أن يكمل تعليمه، وفعلا من الطلبة المجاهدين. والحمد لله ابني والله عارف، ولا انا اديني يما فلوس كتير عشان اشتري على ما الف نفسي فيه وانا جاي. بيقولوا له ليه يا احمد؟ قال لهم هو انا كده، هو انا ان شاء الله هبقى من الشهداء. وجينا جنب ميدان الشهيد حمادي، والله قال انا هبقى جنبه بالظبط، هبقى ان شاء الله من اهل الشهداء. والحمد لله ده شيء يشرفني. وقال لي يابا هو بقى يكلمني عن النت ويقول لي شايف قاعدين خسس قبل منني بيضربوا علينا نار وبتاع، اقول له انت بطل وجابك راجل، وانت ابن راجل وتموت راجل بشرفك. تسليمه مساحه ارض زراعيه من المليون فدان اللي بيستصلحها حديثا، من الارض الزراعيه اللي بتستصلح حديثا في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه. الراجل ده يزرع فيها هو وعياله ويتلم ويقعد في وسط عياله. احنا بنناشده بالوحدة العسكرية بتاعته، وهنجيب نستوفي بعض الإجراءات كده والأوراق الخاصة بيه، وهننسق مع السيد المستشار العسكري في المحافظة، وإن شاء الله هنتوجه لديوان مؤسسة الرئاسة، واللي هو طلبه إن شاء الله ده حقه، يعني حقه محدش بيتجب عليه بحاجة. احنا معانا نموذج حي لأب مصري محترم شغال على دراعه، ادى حتة من جسمه، ادى حتة من قلبه، ألا وهي ابنه عشان مصر. ومصر عمرها ابدا 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 مش هتخلى عنه. وده نموذج احنا بنشوفه كل يوم بقى في كل قرية وفي كل عزبة بنقدم. طبعا 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 طبعا. لا، مصر اللي هتبقى جنبه يا مساعد، مش حد من الاشخاص. مصر اكبر من اي حاجة ان شاء الله. وطلب لحد من اخواته يتعين في اي وظيفه حكوميه، اي وظيفه حكوميه من تبع الدوله. ما بقتش مصدق ازاي ده يحصل. بي- يعني انهارت فعلا، انهيار عصبي فعلا، يعني حاجه تيجي بصراحه. خلى اي اب مطرح اقعد كده واجيب النت واقعد اتفرج على ابنه طول الليل. قعدت ليلتين قاعد عشان اعرف اطلع اجي احضر اخد عزبني، عزبني اعزم حاجه املكها في الدنيا كلها. والحمد لله الحمد لله رضا. بس ربنا عوضنا خير، وان شاء الله ان شاء الله نجعله من الشهداء عند ربنا. الجماعة المسؤولين ان احنا برضو اي حاجة هتتعامل في سنانو بالنسبة للشهداء، الاثنين الشهداء ان شاء الله. العيل الصغير لو بعد 20 سنة ولا 50 سنة لما يبص لصورهم على مدخل القرية يقولوا دول اللي عملوا لنا الحاجة اللي احنا عايشين بيها. 3 عيال خسرت منهم واحد، يعني والله انتم ما تعرفوا ابني دي بقطع في قلبي قد ايه.
قسما بالله انا ما كنتش موجود، كنت بره، يعني بره عشان اعيشهم بالحلال، مش عشان اختنى وابن نسور ولا اجيب فلل. عشان يعيشوا بالحلال ما يمدوش ايدهم على حاجه حد. والله ما نخاف من حد. والله يعني لو اقول لك لو تديني سلاح آلي الوقت انا اطلع له. والله واخد طار ابني بايد، قسما بالله انت ما تعرف اللي في قلب ايه، وبكفي ان هم حرقوا قلبي على ابني، وبكفي امه العذاب اللي هي فيه. واولا احنا ما احنا زعلانين، والله ما احنا زعلانين يا خوسه يا اولاد الاصل، وانتوا هتسمعوني وهتسمعوا جميع الكلام. والله قسما بالله انا كنت بقعد والله وانا بره تحت الشجره كده اقول لهم يا بطل هات الانتصار.